انا دكتور احمد رمضان، اخصائي طب جراحه الحيوان، صاحب عياده بيت كير هوسبيتال في الشيخ زايد. من المشاكل اللي بتواجهنا في العياده دايما مشاكل حساسيه، سواء كانت الحساسيه دي بسبب تغيير في الاكل او سبب تغيير فصول او حتى سبب مشاكل في الاكل. فبنبقى محتاجين دايما منتج نشتغل بيه مع العلاج بتاعنا في تقليل الحساسيه او تقليل اعراض الحساسيه، وده لقيناه في منتج الالرجي كير بتاع شركه ريتا. ومنتج الالرجي كير بيبقى عباره عن منتج غيرنا فيه خالص نوع البروتين اللي هو الانيمال بروتين، سواء كان فراخ او لحمه، لان دي دايما من اكتر الحاجات اللي بتسبب حساسيه للحيوانات. لو اكثرنا من استخدامها او الحيوان حصل معاه عوامل ادت الحساسيه، فبالتالي بنضطر نوقف بروتين الفراخ او بروتين اللحمه. وده عملته شركه ريتا في منتج الالرجي كير، وبدلنا ده بان احنا حطينا الرابت بروتين، منتج اللي هو بروتين الارانب. وبروتين الارانب من علميا مثبت ان هو من البروتين اللي ما بيعملش حساسيه خالص للحيوان، فبالتالي بيبتدي ان احنا يدينا مساحه او يدينا دور ان احنا نبتدي نعالج الحساسيه بعد ما نكون وقفنا بروتين الفراخ او بروتين اللحمه. ده الى جانب ان هو في بعض الزيوت الطبيعيه، مستخلصات الزيوت الطبيعيه اللي بتبتدي ان هي تطرع على الشعر وتبتدي ان هي تعمل كوتنج للشعر، فتبتدي تقلل لنا الدراينس وتبتدي تقلل لنا المشاكل اللي بتيجي بسبب الدراينس من اتشنج ومن تساقط شعر ومن الحاجات دي كلها. فيبقى كده عندنا منتج فيه انيمال بروتين عباره عن رابت بروتين، وكذلك زيوت طبيعيه بتحسن لنا كفاءه الشعر وكفاءه السكين. ومن المنتجات برضو المهمه جدا منتج الفير كير. طبعا من اكتر الحاجات برضو اللي بنواجهها في العياده هي حاجات تساقط الشعر وحاجات الالوبيجيا في بعض المشاكل زي الفطريات او مشاكل الحساسيه الالرجي او حتى المشاكل الجلديه المرتبطه بالسيزون. وده لقيناه في منتج فير كير بتاع شركه ريتا، ان هو بيحتوي على اوميجا 3، بيحتوي على بعض الزيوت الطبيعيه والمستخلصات الزيوت الطبيعيه اللي لقينا ليها دورين مهمين جدا. اول دور ان هي بتحافظ على الشعر وكفاءه الشعر وشكل الشعر نفسه، والحاجه الثانيه البيجمنتيشن او لون الشعر. يعني احنا بنشوفها دايما في الكلاب الشورت هير، الكلاب بيبقى لونها اسود، صاحب الحاجه بيشتكي مثلا ان الكلب شعره بيبيض، الكلب شعره بينشف. ده لقينا فيه نتيجه كويسه جدا مع حاجات الدراينس، حاجات تساقط الشعر، ولقينا ما شاء الله نتيجه كويسه جدا بعد ما بداوا يمشوا على اكل ريتا اللي هو بتاع فير كير.